السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. هنعمل مع بعض القرنبيط المقرمش الجميل ده. طعمه حكاية، هتعملوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا، مش هتعملوا الا الطريقة دي بعد كده. القرنبيط طعمه جميل جدا وكريسبي كده، اكنك بتاكلي فراخ كنتاكي. طعمه خطير جدا، جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا. واحنا كنتاكي طبعا عاملين عنه اضراب. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ نعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا. قبل اي حاجة ندعو لاخواتنا في فلسطين كده، ربنا ينصرهم نصرا قريبا يا رب، ويثبت اقدامهم. ربنا يحميهم ويحفظهم. حاجة صعبة جدا الحاجات اللي احنا بنشوفها الايام اللي احنا فيها دي ايام صعبة جدا. ربنا يهونها عليهم يا رب ويثبت قلوبهم يا رب كده ويقويهم. هم بصراحة ما شاء الله عندهم ايمان بالله قوي جدا. ان شاء الله ربنا ينصرهم نصرا قريبا باذن الله، بس دعائكم كده معاهم. وحسبي الله ونعم الوكيل في اسرائيل واللي بيساعدوهم زي امريكا واوروبا الولايات المتحده. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ادعوا لهم كده وربنا معاهم ان شاء الله. هنبدا هنا يا حبيبي نعمل مع بعض القرنبيطه دي كده. احنا كده هنسلقها. بنجيب القرنبيطه كده نضيفه كده وحلوه وبيضه كده، ما تجيبهاش فيها عفن كده ولا اي حاجه، ساعات بتبقى فيها حته سودا كده بتبقى عفن. هنبدا نحط الميه بقى، نحط فيها ملح اكنك بتسلقي الكرنب عادي. تحطي ملح وتحطي حبة كمون كده. الكمون دي بتمنع الغازات، الكرنب والقرنبيط الحاجات دي. سنة الكمون دي حلوة يعني مهمة جدا. هنبدأ بقى نقطع القرنبيطة كده التقطيعة اللي انتي بتحبيها، حباها صغيرة حباها وسط. بتقطعيها مش تكبري يعني الايه قطع قوي، عشان تبقى يعني تبقى ايه خفيفة معاكي كده وتبقى كويسة. عايزة تقطعي بالعصي اللي فيها دي كده. انت بتقطعي الزهرة ممكن تقطعي من اخر الزهرة كده. ما بتقطعيش معاه اللي هو العرق ده. عايزه تقطعيه بصراحه بتبقى طعمه جميل، خسوره ان احنا نرميه. بس انت حباه يعني مش باين ان قرنبيط بقى، وباينه ان هي كنتاكيه كده، عامله من نفسها كنتاكي كده ومدلعه نفسها عادي قطعيها. ابدأي بقى ايه هنا قطعيها بالشكل ده. نسلقها مش لازم نقطعها صغيره واحنا بنسلقها، بعد كده ممكن نقطعها بعد ما تتسلق كده. يعني القطعه اللي انت عايزاها ان انت تقليها. خلاص كده بالشكل ده. هنبدأ المية سخنت معانا، نبدأ ننزل بقى القرنبيط احنا شطفتها تحت الحنفية الاول من التراب ولا اي حاجه قبل ما احطها في الميه، يعني امسكيها كده سليمه، او بعد ما تقطعيش تشوفيها شطفه كده. اي حاجه يعني اللي انت شايفاه معاكي ايه، وتروحي بقى منزلها في الميه السخنه جدا. الميه بتبقى معاكي سخنه جدا. ما تسويهاش قوي يعني ايه، تسويها كده نص سوا. مقرمشه كده وتبقى حلوه. لو حابه تسويها يعني ما تسويهاش الدرجه اللي هي تتفكك معاكي وتتهري معاكي، يبقى تسويتها مظبوطه يعني من 5 دقايق كده بنطلعها. خلاص كده ونطلعها معانا مصفى كده، نطلعها في المصفى. هنبدأ بقى بعد ما خلصنا كده ونسلقها ونبتدي بقى نعمل الخلطة بتاعتها. خلطة بتبقى جميلة جدا، بتخليها كده كريسبي من بره وطرية من جوه، وطعمها جميل جدا. تحطيها على السفرة كده، تدي شكل طبق محترم كده جميل جدا، ومكاليف بسيطة جدا. يعني انا عملت لها لعيالي بقى فرحوا كده، قلت لهم انا عامله لكم كنتاكي النهارده. صدقوني وبعد ما قعدوا كلوا بصراحه قالوا طعمها والله يا ماما مفيده واحلى من كنتاكي كمان. يلا بينا نكمل بقيه السوا، ونبتدي بقى ايه نكمل الطريقه معاكم. انا راغيه شويه بس معلش بقى اعذروني. هنبدا بقى نعمل خلطه بقى مع بعضنا كده بعد ما نسلقها. انا هسرع شويه الفيديو بس عشان ما يطولش عليكم، عشان انا بصراحه في حتت كده ما كنتش مسرعاها، خليها الفيديو بطيء جدا. هسرع الفيديو معاكم. نسلق بقى الكمية. بعد كده بقى نعمل الخلطة. معانا حبة دقيق هنا في بولتين، نحط هنا حبة وهنا حبة. حبة هنعمل زي عجينة كده، والتانية هنخليها دقيق زي ما هو بس هنبهرها كده. حبة بهارات فلفل اسود وكمون وكزبرة، معلقة كركم، رشة ملح، بصل بودر وتوم بودر، يعني تتبيلة كده حلوة. وهنبدأ بقى يا حبيبي نعمل واحدة كده نحط عليها مية ونعجنها عجينة كده تبقى خفيفة كده، وهنوريكم السمك بتاعها. وبعد كده التانية دي هنبدأ بقى نطلعها من العجينة كده،
وننزلها في الخليط اللي هو العجينة، هننزلها بقى في الدقيق. بس هنا هنحط الكركم في واحدة بس، لو عايزة تحطي في الاتنين عادي، بس هو حطينا في واحدة هنا. وبعد كده هنبدأ بقى ايه، نبهرها كده بالملح والبهارات، وخلاص على كده. دي بقى نعجنها بحبة مية كده، ونخليها عجينة كده خفيفة، مش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، يعني وسط. هنوريكم السمك بتاعها. انا سرعت الفيديو عشان ايه. وسنة البيكنج باودر دي مهمة جدا، بتخليها معاكي هشة كده، و... يعني تلاقي ما شاء الله القطعة معاكي تنفش كده وتبقى جميلة جدا. سنة يعني ممكن نص معلقة صغيرة، بنحطها بس في المية كده في الخليط. ومعلقة النشا برضك مهمة جدا عشان يقرمش معانا كده. يعني الخلطة اللي احنا عملناها دي حطينا عليها معلقة نشا كبيرة، هتخلي الخليط معانا كده، يخلي الرنبيط يقرمش وتبقى جميل جدا. هنبدأ بقى هنا، لسه عايزة مية، هنبدأ نقلبه كويس، مش فيه اي تكتلات ولا حاجة. عايزة بقى الخليط ده تبقى مغذي اكتر، حطيله بيضة او اتنين. مش عايزة تعمليها بالبيض خالص زي ما احنا بنعملها كده، لو حابة ان انت تعمليها بالبيض ممكن الخليط ده زي ما انت عاملاه كده، جيبي بيضة كده في حبة فلفل اسود، وتروحي حاطاه على الخليط ده، يديك بقى ايه، تبقى مغذية اكتر، وفيها يعني ايه، فيها قيمة غذائية، وفي نفس الوقت ايه، هتبقى جميلة معاكي وطعمها جميل. اللي حابب يعني مش حابب بالبيض خلاص، احنا عملناها من غير بيض كده في هنا عشان نوريها لكم، وهتطلع معانا جميلة ازاي. هنخلص كده الخليط بقى زي ما انتوا شايفينه كده. هنبدأ بقى نطلع القرنبيط، نحطه في الخليط الاول العجينة، وبعد كده نطلعه نحطه في الدقيق بالشكل ده كده. هنبدأ ننزله في الخليط الاول، وبعد كده نقلبها كده في الخليط، وبعد كده نطلعها في الدقيق، نخليها الاول تشرب من الخليط كده. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم، وهتبقى تحفة معاكم. وحابين بقى ايه، تعملوها من غير بيض، اسهل طريقة الطريقة دي، وهتطلع معاكي تحفة، وهتفرق كمان من غير البيض بالشكل ده. خلاص، ونبدأ بقى ايه، نطلعها بقى، نفضها من الدقيق كده، ونطلعها كده زي ما انتوا شايفين كده، ونبدأ بقى نقليها. حاطين زيت طبعا على النار، اول ما يسخن معانا كده، ونبدأ بقى ننزلها، تبقى جميلة جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم، وهتعملوا القرنبيط على طول بالطريقة دي. اللي ما حطش لايك بقى يحط لايك ويشترك في القناة عشان القناة تكبر بيكم كده، ولو بتستفادوا ولو معلومة بسيطة. اهم حاجة بس تدعوا لاخواتكم في فلسطين كده، ربنا ينصرهم. الدعاء دايما كده، وفي وقت كده صلاة الفجر الدعاء بتبقى مشهودة، وربنا كده يتقبل يا رب. وربنا بس ليه حكمة في كده، ان هو يأخر النصر شوية، والنصر ان شاء الله جاي قريبا قريبا ان شاء الله. هنبدأ بقى يا حبايبي نحط زيت على النار يسخن معانا، وهنبدأ بقى نقلي القرنبيط. هتشوفوه معانا جميل جدا وذهبي كده ومقرمش. اعملوه بالطريقه دي هتعجبكم جدا. واللي يعجب الفيديو بقى ما ينساش لايك واشتراك في القناه، وسيب تعليق كده حلو منه على محتوى الفيديو، ويا رب الفيديو يعجبكم. هنخلص كده نقلي الكميه اللي معانا، ونوريه لكم قد ايه جميل جدا. زي يكون سخن معانا، وفي طاسه كده غويطه، وكتري الزيت شويه عشان يتحمر كده معاكي كده من كل النواحي زي ما انتوا شايفين كده. طلع معانا جميل جدا. وشكرا يا حبايبي الكل اللي بيقول يكتب لي تعليق حلو كده وبيشترك عندي. ده شرف ليا ان انتوا بتدخلوا قناتي وتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي. انتوا طبعا احلى اخوات، وشرفتوني في قناتي المتواضعه. نقلي من ناحيه، بعد كده نقلب. حابه تكتري الزيت اكتر من كده عادي، على حسب الامكانيات عندك. وكده برضك اتقلى معانا جميل جدا. وهنبدا بقى ايه، نقدمه ونوريلكم قد ايه جميل جدا، ولونه ذهبي جميل ومقرمش من بره، وطعمه جميل جدا، وتلاقيه طري من جوه كده. يعني طعم احلى قرنبيط هتعمليه لو عملتيه بالطريقه دي، هيعجبك جدا. اللي لسه بقى ما حطش لايك يحط لايك ويشترك في القناه، واللي ما صلاش على النبي يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنخلص كده بقى نقديه ونطلعه، ونبدا بقى ايه،
نقدمه كده يبقى جميل كده ونوريهولكم. طبعا القرنبيط جميل جدا ومفيد. وعملناه مع بعض مرة في الشواية وكان جميل جدا. لو مش حابة تقليه في الزيت بنسلقه ونعمله زي ما احنا بنعمله كده، بس بنعمله بالبيض. وبنبدأ بقى نرصه في صينية كنا مسخناها كده، ونروح رشين عليه دهنين الصينية بالزيت، ونبدأ بقى ندخله تحت الشواية ونقلبه من ياخد لون ونقلبه الناحية التانية. هو ده في الشواية بتبقى جميل جدا، بيبقى صحي ومبياخدش زيت معاكي كتير، وده جميل جدا، حاجة كده تحفة. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم، مقرمش من بره وطري من جوه وجميل جدا وشكله تحفة اكنك عاملة كنتاكي في البيت. قلت لاولادي انا جايبه لكم كنتاكي، قالوا لي يا ماما الله الغني عن كنتاكي، مش عايزين كنتاكي. احنا طبعا عاملين مقاطعة عن الحاجات اللي هي بتاعت الدول الغربية كلها اللي بتساعد اسرائيل على غزة. ربنا ينتقم منهم اشد انتقام يا رب، الصهاينة كلهم واليهود. وان شاء الله ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين نصرا قريبا ان شاء الله. بالدعاء كده ربنا يستجيب دعائنا يا رب، وان شاء الله يا رب كده نشوف نصرهم قريبا باذن الله. بصراحه قالوا لي طعمه جميل جدا، احلى من كنتاكي كمان. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم، ومفيد جدا القرنبيط يا جماعه. لو ان احنا ما هو وقته كمان دلوقتي موسمه، لما نجيبه نعمله لاولادنا مفيد جدا. في نهايه الفيديو نقول لكم مع السلامه، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حفظ الله. باي باي.